اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده عندنا حلقه جميله، والنهارده 5 تريكس او 5 هاكس كده لبايثون. حاجه فانكشنز معينه هتساعدك جدا في التعامل مع بايثون. لو حابين محتوى القناه دي يا ريت تشتركوا في القناه عشان نوصل 3000 مشترك في اقرب وقت ممكن. ويلا بينا نبدا في الفيديو. اول تريك من التريكس طبعا زي ما شايفين كاتبهم هنا، يعني هناخد واحده واحده منهم كده، هي انك تيجي تاخد string تقسمه لكاركترز. في الطبيعي انا مثلا لو انا عندي string s equal ابرام، حلو، فبالطريقه دي هتشتغل بسهوله جدا وعادي. هعمل chars اهو هتطبعه ككاركترز، لكن انا ممكن اعمل حاجه اسهل من كده بكتير. انا مش محتاج حتى اعمل لوب، انا ممكن اعمل كده، اقفل دي، اشيل دي، واجي هنا اعمل علامه الاستريكس اللي هي عباره عن نجمه واس بس كده. ممكن دلوقتي كمان ابرنت تشارز اتاكد ان الدنيا تمام. زي ما انتم شايفين موضوع بسيط جدا حرفيا في لاين واحد. تاني تريك وهي ازاي تعمل لوب بس بشكل ريفرست. يعني انا في الغالب لو انا هعمل for I in range فانكشن اسمها range، هكتب مثلا range 5. انا مثلا عايز اعمل ايه print I، حلو، انا هطبع من 0 ل 4 دلوقتي، هطبع 0 1 2 3 4. لو انا بقى عايز اطبعهم بالعكس 4 3 2 1 0. في احيانا بروبلمز بتحتاج انك تتلوب بس من الاخر مش من الاول. ففي الحاله دي هستخدم فانكشن اسمها reversed واكتب جواها الرينج بتاعنا عادي جدا زي ما انتم شايفين 4 3 2 1 0. وتالت حاجه عندنا هي الاسكي فاليوز. دلوقتي عشان اتشيك اذا كان كاركتر معين عباره عن element في الالفابت، يعني من A B C لغايه Z ولا لا، بحتاج اتشيك حاجه اسمها الاسكي فاليوز. الاسكي فاليوز دي هي عباره عن فاليوز مماثله لكل لتر. يعني مثلا ال A ليه فاليو 65 غالبا وانا فاكر صح، وهكذا. بيبقى كل حاجه ليها فاليو معين وبيبقى لها يونيك فاليو. يعني ما ينفعش مثلا A كابيتال وبي كابيتال يبقى ليهم 65، لازم كل واحده تبقى ليها كاركتر معين، ودي نقدر نتحدد بيها اذا كان فعلا انا عندي كاركتر والكاركتر ده من الفابت ولا لا. حلو، يلا بينا نبدا على طول ونفهم ايه الاورد فانكشن دي. دلوقتي هعمل برنت مثلا، لو كتبت اورد وكتبت جوه كاركتر A سمول او A كابيتال، مثلا A كابيتال، هنعمل برنت هتلاقيه طبعا لك 65 وده الفاليو المماثل ل A. طيب لو انا مثلا عملت اسم هتبقى هي ولا لا؟ هنعمل رن، مش تبقى طبعا هي لان الاسم مختلف عن الاي كابيتال. ودي حاجه مهمه جدا. انت في البروبلم سولفنج غالبا احيانا بيجي لك بروبلمز يقول لك مثلا ايه، انا هعتبر ان حرف الاي كابيتال ده عباره عن 5 مثلا، وحرف البي كابيتال ده عباره عن نيجاتيف 2. هدي لك سترينج فيه اي بي اي بي اي بي وبعدها هجمعهم كلهم على بعض وطلع لي الفاليو في الاخر هتبقى عامله ايه. في الحاله دي لازم نستخدم الاورد فانكشن دي. فهي دي فايده الاورد فانكشن وفايده الاسكي تيبل اللي هو مفيد جدا في البروبلم سولفنج. طب العكس بقى بتاع الفانكشن دي اسمها ايه؟ اسمها char، ودلوقتي هنديها argument مثلا 65 ونعمل run. طبعا لي ايه؟ حلو، فدول الفانكشنز بتاعت الاسكي تيبل، ودي كانت تالت ورابع حاجه عندنا. خامس حاجه بقى ودي حاجه لذيذه جدا، وانك ازاي تعمل sort للتيوبلز لكن according to second value. في الحاله الطبيعيه انا هستخدم فانكشن اسمها sorted وهبعت لها الليست بتاعتنا، وفي الحاله دي هترتبها على اساس اول فاليو في التيوبل. يعني هتبقى واحد التيوبل ده وبعدها التيوبل ده وبعدها التيوبل ده. فدلوقتي نعمل رن نتاكد بس زي ما انتم شايفين بقى التيوبل ده وده التيوبل اللي بيبدا ب2 وده التيوبل اللي بيبدا ب3. طب انا عايز دلوقتي ارتبهم على اساس تاني واحد، ودي حاجه مهمه جدا في الداتا بري بروسيسنج. ازاي انك تقدر تعمل بري بروسيس للداتا. احيانا مثلا بتقرا كولومز كتير من داتا سيت وبتحتاج انك تعمل بتحتاج مثلا انك تعمل لها سورت، بس سورت مش على اول حاجه، مثلا على تاني حاجه او تالت حاجه. فازاي نعمل كده؟ فجوه سورت فانكشن نعمل كوما ونستخدم كي ايكوال لامدا. اللامدا فانكشن A. اللامدا فانكشن دي هي هيلبر فانكشن بتساعدني ان انا اقدر اوضح للبرنامج ان انا مش عايزك تعمل سورت على اساس اول واحد، انا عايزك تعمل سورت على اساس تاني واحد. في الحاله دي تفتكروا البرنامج هيطبع ايه؟ تعالوا نعمل برنت دلوقتي ونشوف. زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى بيسورت على تاني واحد. هتقولي طب انت بعت له واحد، انت مش بعت له تاني واحد. لا، احنا متفقين لو انا 0 اندكس 0 معنى كده ده اول واحد، اندكس 1 تاني واحد، اندكس 2 تالت واحد. فدلوقتي لو ما نشوف هنا هو طبعا 3 1 1 وبعدها 1 2 3 وبعدها 2 3 9. فواحد شايفين تاني اندكس هو عمل سورت على تاني اندكس 1 2 و3. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. شكرا جدا ليكم للمشاهده، ما تنسونيش باللايك سبسكرايب والكومنت وكمان الشير لو الفيديو عجبكم. شكرا جدا ليكم للمشاهده، مع السلامه.